هاي يا بنات، ازيكم؟ وحشتوني قوي. ميرسي على كومنتاتكم وتعليقاتكم. في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي خسيت 22 كيلو وازاي حافظت عليهم. اخر الفيديو مهم جدا. بعد الولادة طبيعي ان في وزن من اللي انتي زدتيه خلال ال9 شهور بينزل. استغلي ده بقى كويس وحافظي عليه، بمعنى انك خلاص كلي بروتين وخضار وفاكهة اكتر. ما تسمعيش حد يقولك كلي حلاوة طحينية، كلي الحاجات اللي بتزود وهي تبقى مش مفيدة للجسم خالص. لا، انتي هتاكلي المفيد وهتاكلي اللي يساعدك على الرضاعة الطبيعية، بس بشكل سمارت، بمعنى ان البروتين والمية والمشروبات الدافية والسمسم الحاجات دي بتزود، فانتي هتبدأي تاكلي دول. زائد انك هتبدأي تنزلي تتمشي اول ما تبقي بتتعافي وقادرة وبتتحركي كويس. المشي كل يوم نص ساعة بيبقى مفيد جدا جدا. انا مش مقتنعة خالص كنت باي نوع من انواع الرياضة ولا حتى المشي، يعني ابسطهم، بس بصراحة كنت في الوقت ده عايزة اعلي الحرق بتاعي، فبدأت انزل اتمشى نص ساعة وكنت برجع مبسوطة وشبعانة، وعلى عكس توقعاتي خالص. اول ما ترجعي تنامي على طول، خلي المشي ده يبقى في اخر اليوم عشان ترجعي تنيمي البيبي وتنامي. طبعا انت هتبقي عاملة روتين نوم للبيبي، عشان النوم البدري ده مفيد جدا ليكي وبيخليكي تلتزمي، ما تعرفيش تعكي، وكمان هرموناتك بتبقى مظبوطة وبتساعدك انك تخسي وتعلي حرقك. في الوقت ده خلاص كسرت ال90، بقيت في الثمانينات، بس جيت في فترة كده الوزن كان ثابت، مع العلم ان انا اي نظام ماشي عليه انا معاه صيام متقطع، لان ده ناجح جدا معايا. فوزني ثبت، لان طبيعي اول ما بتوصل للوزن المثالي بتاعك الحرق عندك بيقل. فانا اصلا بفطر وبتغدى وباخد سناك مثلا او سناكين كفايه. الفطار دايما فيه بيض دايما، ولو عوزت مسكر بجيب موزه كده وهرسها واحط عليها قرفه والبيضتين وزي معلقه سمسم او نص كده، واعملها كانها بانكيكس صغيرين مع ايس كوفي. انا بشرب القهوه من غير سكر، انا بحبها كده، باقل من ربع كوبايه لبن عادي. والغدا بيبقى من اكل البيت، مره مثلا اقول هعمل سلطه كده، بس انا ما كنتش فاهمه ان مش عشان الاكل يبقى طبيعي وانه فاكهه وخضار وبروتين اكل براحتي فيهم. فكنت اوقات بحس نفسي ثابته، اوقات مثلا ممكن ازيد شويه. فلغايه ما ادركت ان مش معنى ان الاكل صحي ان انا اعمل طبق كبير كده بوله سلطه واقعد اكل، لا. المعده دي عامله زي الطبق، انا ما ينفعش املاها للاخر واقول انا عايزه اخس. احنا هنعمل عجز سعرات مع الصيام المتقطع. لو احسبي انت سعرات جسمك اليومية بتبقى كام، مثلا لو 1500 خدي 1300، واحدة واحدة قللي 1200 مثلا عشان تخسي لو انت وزنك فيه زيادة كبيرة. وحاولي تقللي الدقيق والسكريات. العصاير الطبيعية برضو مش مفيدة قوي. الفاكهة ما تاكليش كتير، كفاية ثمرة او ثمرتين، وركزي على الفاكهة اللي بتبقى زي البطيخ والكنتالوب والشمام. الحاجات دي فيها مية اكتر والسكر بتاعها قليل. خلي بالك من المانجا والموز والتين والعنب، الحاجات دي السكر بتاعها مش صريح وبيزود، خلي بالك. عجز السعرات والصيام المتقطع اكتر حاجة فرقت معايا مع المشي، هم دول اللي نزلوني 22 كيلو. افهمي نفسك، ولو هتجربي كذا نظام جربي لغاية ما تعرفي انتي هتخسي على ايه، وما تلجئيش لأي حاجة زي المونجارو او الأوزمبيك او العمليات غير لما تجربي، غير لما تشوفي نفسك اكتر. ادي نفسك سنة على الأقل انك تجربي عشان تخسي. هقولك بقى ازاي تحافظي على الوزن ده، دي اهم جزء بالنسبة لي، لان انا اكتشفت ان ثبات الوزن اصعب بكتير من انك تخسي. لو انتي هدفك تنزلي ل70 كيلو، لا، انزلي 68 او 69. طب ليه اعمل كده؟ عشان احنا بيجيلنا ايام كده بنبقى عايزين نبوظ، بنبقى عايزين نتعشى، بنبقى عايزين مثلا عندنا كريفنج للسكريات، فلما تبوظي تبقي طلعتي للوزن المثالي بتاعك. فاهمه؟ جيت انتي في يوم مثلا خارجه وهتتعشي، تاني يوم لا، نبطل كارب في الغداء وما نتعشاش، ناكل بروتين وناكل خضار، بس الحاجات المفيدة. واوزني نفسك كل يوم.
ده مش جنان، انتي نزلتي الوزن ده بصعوبة يبقى تحافظي عليه. وما تستنيش لما ابنك يبقى في حضانة او في المدرسة وتقولي لا انا هبدأ اهتم بنفسي واخس. لا، كل ما الوزن بتاعك زاد كل ما نزوله بقى اصعب، وكل ما الارادة بتقل. ابدأي واحدة واحدة. وحتى لو هتمشي، وحتى لو يعني هتبقي بس ثابتة على وزنك، ده في حد ذاته انجاز. كفاية انك ما تطلعيش جرام. الناس اللي هتقولك لا ما تخسيش انت كده هتظلمي ابنك، الناس دي برضو هي اللي هتتكلم عنك وتقولي ايه ده، بص تخينه، بص سابت نفسها ازاي، بصي بعد الخلفه ضربت. لا، ما تسمعيش كلام حد. انت عارفه ايه المفيد وعارفه ايه اللي بيخليكي تبقي في طاقه كويسه. خستي وعلي ثقتك بنفسك، والبسي لبسك القديم وما ترميش حاجه. لو وصلتي لغايه هنا قوليلي محتاجه تخسي كام كيلو، وقوليلي في نظام اتبعتيه قبل كده وكان ناجح معاكي. و thank you for watching.